السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عادل من برنامجكم قعدة وأكل. معلش أنا بقالي كتير ما طلعتش في فيديو أو ما طلعتش فيديو، كان عندي بس شوية ظروف، والحمد لله يعني على خير ويا خير إن شاء الله. آه، عايز أتكلم معاكم النهاردة في حاجة بسيطة كده، بما إن إحنا بقالنا كتير ما اتكلمناش يعني. في مسجات كتير بتجيلي ان والله يا مستر شوف لنا شغل، والله يا مستر الموضوع الدنيا صعبة في الشغل. انا والله يا جماعة ما بتأخر عن حد في حاجة، دي نقطة. يعني النقطة التانية، انا مش موجود دلوقتي في مصر علشان اقدر اشوف لك شغل بسهولة او زي الاول. يعني كنت بحاول ان انا اوصل ناس لشغل او كده، واحنا اسباب لبعضين، وانا تحت امر اي حد في اي حاجة يعني. بس في الاول وفي الاخر هو انا بديك معلومات هي اللي هتقدر تشغلك، مش انا اللي هشغلك. دي حاجة مهمة انا كنت عايز بس ان انا اتكلم فيها مبدئيا يعني. والحاجة التانية ان انا كنت بعتذر لكم ان انا اتأخرت طبعا على الفيديوهات. بقالي كتير جدا جدا ما عملتش فيديوهات. ولكن والله هي بس بخصوص السفر وتجهيزات السفر، وطبعا لما انت بتسافر بتبقى محتاج ترستق امورك شوية، وتبدأ ان انت تشوف الدنيا فيها ايه. طبعا احنا هنتكلم في حاجة لايت كده او حاجة خفيفة كده النهاردة. آه، يعني زي ما بيقولوا كده، انت ازاي تلاقي شغل يعني. بما ان في اسئلة كتير بتجيلي على ان انا عايز اشتغل عايز اشتغل عايز اشتغل، انت ازاي بتلاقي شغل اصلا؟ طيب، رقم واحد ان انت عشان تدور على شغل انت تبقى فعلا متأكد ومقتنع من جواك ان انت رايح تشتغل وتتعلم وتاخد خبرة. مش اول حاجة انت رايحها اما بتيجي يجيلك شغل او اي شغل ايا كان في اي مكان، انت ما بتنقيش الشغلانة اللي هتشتغلها. تاني حاجة، انت ما بتنقيش المرتب يا حبيبي اللي انت هتاخده. انت بتشتغل او الراجل حط لك مرتب على قد خبرتك وامكانياتك، بناء عليه هو كده. ده المطلوب او ده اللي انا بعمل علشان الفيديوهات، ان انت تبدأ ترفع من كفاءتك او ان انت تزيد من خبراتك، علشان ان انت تمشي واحدة واحدة في المجال او في المهنة. لما انت بتبدأ تشتغل بتبدأ تاخد خبرة. وزي ما انا بقول على طول، حاول كل يوم تتعلم حاجة واحدة بس. ما تخشش ان انت عايز تلم كل حاجة في شهر في اسبوع. مفيش الكلام ده. ما تستعجلش على الدنيا، ما تستعجلش على نفسك. كونك مزنوق في الحياة، كونك انت عليك ضغوطات، كونك انت عايز تعمل حاجة لنفسك، عايز تكون نفسك، عايز تبقى قوي في المهنة، مش هتيجي في يوم ولا في شهر ولا في سنة. الكلام ده مش مظبوط. ولو عرفت تعمله في شو يوم وشهر وسنة، بيبقى انت واخد خبرة من على الوش في الديب ان بتاع الورك، في عمق الشغل انت ما عندكش خلفية بيه. فبعد اذنكم يا جماعة رجاء، خليكي بالك طويل في المهنة. ما تستعجلش. انت ليه مستعجل؟ اسأل نفسك سؤال، انت ليه مستعجل؟ عايز فلوس، عايز اتقدم، عايز اتجوز، عايز يبقى معايا فلوس، عايز ابقى قوي في المهنة، عايز ان انا اخد بوزيشن اعلى. كل ده بالصبر. ما ينفعش حاجة تيجي قبل حاجة. ما ينفعش رقم 3 يبقى رقم 1. ما ينفعش رقم 1 يبقى قبل رقم 0. ما ينفعش يا شباب. الجيل بتاعكو ده جيل متسربع، مستعجل. هو مستعجل وما وراهوش حاجة، دي واحد. اتنين، مستعجل. انت اللي اخرت نفسك، مش المهنة اللي اخرتك، مش الناس اللي شغالة معاك، مش المجال. ومش طالع والله بدافع عن حد، انا طالع بدردش مع اخواتي وحبايبي، معلومات عامة او نصيحة عامة كده. خد بالك من نفسك. محدش اخرك، محدش محدش اخرك في المهنة، محدش بخل عليك. انت اللي مستعجل وانت اللي مركز في فلوسه بس. يا جماعة ركزوا في الخبرة وركزوا تتعلموا المهنة صح. الفلوس جاية جاية والله، والله جاية جاية. وانت ما هتاخد حاجة اكتر من رزقك. محمد انا ساعدتك غيري ساعدك، ده عمل لك. والله ما هتاخد اكتر من رزقك. يبقى اللي عليا ايه اللي اعمله؟ اللي هو ناخد بالاسباب. ان ربنا بيقول لك خد بالاسباب. ايه هي الاسباب؟ ان انا اجتهد واشتغل والتزم واخد خبرة على قد ما اقدر واتعلم، وتنين اتعلم. لان اللي ما بيتعلمش في المهنة دي بيموت والله، صدقوني. اللي ما بيتطورش وما بيتعلمش بيموت.
واوعى تضحك على نفسك جوه المهنة تقول ان انا بطير فيها وان انا قوي جدا، وانت لسه محدش بيقيم نفسه. محدش بيقيم نفسه في المهنة، وما ينفعش في العموم اصلا حد يقيم نفسه. محدش بيشوف عيوبه كاملة الا من رحب ربي يعني. محدش بيشوف عيوبه كاملة. كل واحد شايف نفسه صح، بس هو انت صح؟ الواقع والحقيقة واللي حواليك شايفينك صح؟ لو شايفينك صح يبقى انت صح، لو مش شايفينك صح يبقى اكيد انت مش صح. معلش كلامي ممكن يكون مكعبل شوية في الاخر، بس ركز فيه. دي مش بتكلم في مهنة ولا بتكلم في حاجة، انا بتكلم في الناس بس مستعجلة، عايزين يشتغلوا، عايزين يعملوا فلوس، وانت لسه داخل المجال بقالك سنة ولا اقل. ما تستعجلش. انت لو جالك بوزيشن كبير عليك قول له لا مش هاخده، ما تبصش لفلوس. ايه هشتغل في بوزيشن كبير انا ويتر واخد كابتن ولا اسيستنت كابتن، واجي اشتغل الشغل بتاعي ده شهر ولا اتنين في المكان ده؟ طب زودوني، لا مش هزيد. فطيب انا همشي من هنا. شوف بقى انت بتقطع رزق نفسك ازاي وانت مش واخد بالك. زودوني، لا انا مش هينفع تزيد، اصبر شوية. تروح انت تشوف شغل تاني في حتة تانية، تروح تشتغل تلاقي نفسك ضعيف في وسط الناس. ده اللي انا قلت عليه. انت اتعلمت من على الوش مش من العمق، ما خدتش اساسيات المهنة وقويت نفسك ومارستها. لازم تبقى قوي تمارس اللي انت بتتعلمه لفترة طويلة. الفلوس، ما انت بتقبض فلوس، بس انت حافظ ونظمها تصرفها ازاي. انا كراجل صاحب مكان، لو واحد جاي لي والله هو الافرج بتاع الويتر كذا، الافرج بتاع الكابتن كذا، الافرج بتاع المتر كذا، الافرج بتاع المدير المطعم كذا، انا هديك فلوس زيادة بناء عن ايه؟ بناء عن خبرتك. صح ولا لا؟ هي ده الموضوع، هو ده الموضوع. فانت ما تحاولش ان انت تتقل على نفسك الحياة والمهنة والشغل والعيشة في عباية الشغل. هو الشغل ملوش دعوة. الشغل ده سبب بيجيب لك الفلوس ان انت تعيش بيه، ولكن هو مش السبب اللي هو هيحل لك مشاكلك كلها. انت عارف ان انت بتقبض 3000 جنيه في الشهر او 4000 جنيه في الشهر. عايز تزودهم زود خبرة، عايز تكتر الفلوس دي زود خبرة وتمكن منها ومارسها، واقعد فترة وما تستعجلش. ما تستعجلش في النقلان والمشيان من مكان. وخلي بالكوا طويل يا شباب. يا شباب بعد اذنكم خلي بالكوا طويل وامسكوا الصبر شوية. يعني اصبر اصبر. امال انت يعني هتحكي تقول ايه في يوم من الايام للناس؟ ان انا ما صبرتش، ان انا كل حاجة جات لي بسرعة، ان انا كنت محظوظ، ان انا الدنيا ماشية معايا زي التاكس، ان انا ذكي، ان انا فين الإثارة في حكايتك؟ فين الخبرة عندك؟ انت بتجري في اول موقف صعب بتقابله في المهنة تقول لا انا هسيبها، انا هغير، انا هدور، انا هعمل. باشا دور على نفسك جوه المهنة بالخبرة، ومين اللي هيموني ومين اللي هيديني خبرة. وتنيك دور وتنيك اسمع وتنيك دور وتنيك اسمع، وما تكلش وما تملش، لان هي المهنة دي عايزة كده. وانا بتأسف ليكوا على ان انا غبت وقت طويل، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات اكتر، وباذن الله يعني اكون عند حسن ظنكم. وحبيت بس اوضح حاجة بسيطة للناس اللي هي ما كانتش عارفة ان انا مثلا قفلت القناة او ان انا مش خلاص، لا والله يا ظروف غصب عني. اه أي نعم، ما يعني مالكش انت دعوة بيها، بس احنا زي ما احنا اخوات بنشيل مع بعض. وانا تحت امر اي حد في اي حاجة اقدر اعملها. في حاجات انا بقدر اعملها وحاجات ما بقدرش والله. وانا تحت امركم، واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.